الاسطوانه. قال لك حجم الاسطوانه وحجم المنشور، احفظ بقى معايا عشان نحفظهم مع بعض. يلا، حجم الاسطوانه وحجم المنشور كل منهما مساحه القاعده في الارتفاع. ثانيه اعدادي. يلا يا باشمهندس نراجع لك الوحده الثالثه اللي مزهقاك الهندسه يا باشمهندس، ملخص هام الهندسه، ملخص جميل جدا جدا باذن الله. مش هيعدي دقيقتين هلخص لك القوانين وحاجات اهم القواعد، وان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض اسئله كتير جدا جدا يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنساش لايك ومتابعه وشير الفيديو مع كل اصحابك. يلا بينا. بقول لك يا باشمهندس ان اكبر زاويه تقابل اكبر ضلع، يبقى اكبر زاويه تقابل اكبر ضلع، والعكس صحيح، ان اكبر ضلع يقابل اكبر زاويه في اي مثلث. يبقى احفظها لي يا ابني، هتلخص لك حاجات كتير فاثبت التباين. ان اكبر زاويه تقابل اكبر ضلع، واكبر ضلع يقابل اكبر زاويه. طب تمام كده. بعد كده يا باشمهندس كان عندك المساقط. المسقط يا باشمهندس ان مسقط طول مسقط على مسقط اخر لازم كل نقطه تنزل عمودي. لما اعمل لك مسقط على قلم لازم ينزل على الارض عمودي. يبقى يا باشمهندس المسقط كل مسقط لازم ينزل عمودي. يعني لو قلت لك يا ابني هات لي مسقط الاي سي على السي بي، الاي سي، انا اعمل لك زوم عشان تشوف، الاي سي على السي بي، الاي مسقطها ايه عمودي؟ الدي. طيب والسي مسقطها ايه عمودي؟ هي نفسها، الاي سي على السي بي، يبقى الاي مسقطها الدي والسي مسقطها نفسها يا باشمهندس. يبقى النقطه سي دي، الطول سي دي. يبقى المسقط او المساقط لازم تنزل عمودي. طيب بعد كده نظريه اقليدس ليها 4 قوانين يا باشمهندس سهلين جدا جدا. اول حاجه قال لك لو عاوز الاي سي، لو عاوز الاي سي قال لك بيبقى اي سي تربيع هيساوي السي دي في السي بي الجزء في الكل. لو عاوز اي سي تربيع السي دي في السي بي. طب لو عاوز الاي بي تربيع يبقى البي دي في البي سي. تاني يا ولا، الاي سي تربيع هتساوي السي دي في السي بي. طب لو اي بي تربيع البي دي في البي سي. طيب يا عم الحاج هتقول لي يا استاذنا هو ليه قانونين اي دي ليها قانونين ليه؟ اقول لك يا عسل علشان يا عسليه لو ادنا السي دي والدي بي ليها قانون، ولو ادنا الاي بي والاي سي والسي بي ليها قانون. طيب يا عم يلا بينا. قال لك الاي دي تربيع هتساوي السي دي في الدي بي الجزء ده في الجزء ده. يبقى الاي دي تربيع امتى استخدم القانون ده؟ لما يديك الحته دي والحته دي. طيب او لما يكون معاك الحتتين دول. طب امتى استخدم الاي دي بدون تربيع؟ قال لك الاي دي بدون تربيع هتساوي الاي بي في الاي سي على السي بي. يبقى ده في ده على ده، الاي بي في الاي سي على السي بي على حسب المعطيات يا باشمهندس. يبقى في حاله معايا طول السي دي والبي دي استخدم اي دي تربيع، في حاله معايا الاي بي والاي سي والسي بي استخدم الاي دي بدون تربيع. طيب نظريه فيثاغورس اللي كله يا باشمهندس بيخاف منها وهي سهله جدا وبسيطه. قال لك المعلم فيث عمل ايه؟ قال لك ان الوتر تربيع بيساوي مجموع ضلعي القايمه تربيع، ان الوتر تربيع بيساوي مجموع ضلعي القايمه تربيع. كلام يحترم. يبقى الاي سي تربيع هتساوي الاي بي تربيع زائد البي سي تربيع. طيب يا ابني اي احد من ضلعي القايمه اسمهم ضلعي القايمه، الاي بي والبي سي ضلعي القايمه، والوتر الاي سي. ليه الوتر؟ اللي اي ضلع بيبص بيبقى مقابل للزاويه قايمه 90 يبقى اسمه الوتر. يبقى الاي سي هي الوتر. هنا الوتر السي بي يا باشمهندس بالنسبه للمثلث الكبير، السي بي عشان باصص في الزاويه عند ايه؟ القايمه. طيب يبقى احد ضلعي القايمه بيكون فرق، يبقى احفظها ان الوتر جمع. طيب واحد ضلعي القايمه فرق يا باشمهندس. يعني لو عاوز الاي بي تربيع تبقى الاي سي تربيع الوتر تربيع ناقص البي سي تربيع. طب لو عاوز البي سي تربيع الاي سي تربيع ناقص الاي بي تربيع. مين بس يا ولا الزائد يا عسليه يا عسل انت؟ الوتر. يلا بينا نكمل يا باشمهندس. بعد كده بقى المساحات والحجوم. انا مش هضحك عليك لازم تحفظهم بس انا هفهمهم لك. قال لك الدايره يا ولا عندنا 3 حاجات، الدايره والمنشور والاسطوانه. طيب الدايره محيط الدايره 2 باي ار، 2 في باي، الباي دي بيديها لك يا ولا 3 و14. في حيث لما اقول لك بدلاله، في حيث لما بيقول لك بدلاله باي سيبها
ما تعوضش. يبقى الباي ب 3 و14 او 22 على 7. طب الار نصف القطر، يبقى المحيط 2 باي ار. طب المساحه باي ار تربيع، والباي عارفينها، والار نصف القطر تربيع. بس كده يا باشمهندس، تحفظ وهتعوض مباشر يا ولد. اوعى تستخدم القطر، هيغفلك ويجيب لك سؤال سهل تيجي جاري انت مختار القطر غلط. بستخدم نصف القطر، نصف القطر. طيب بعد كده يا باشمهندس الاسطوانه. قال لك حجم الاسطوانه وحجم المنشور. احفظ بقى معايا عشان نحفظهم مع بعض. يلا، حجم الاسطوانه وحجم المنشور كل منهما مساحه القاعده في الارتفاع. يبقى حجم الاسطوانه، حجم المنشور، مساحه القاعده في الارتفاع. طيب بفهمك، انا مش بحفظك بقى دلوقتي. طب يا باشمهندس، مش الاسطوانه مساحه القاعده؟ يلا الاسطوانه ادي اسطوانه اهي، مش الاسطوانه على شكل دايره؟ يبقى مساحه الدايره باي ار تربيع في الارتفاع اتش. يبقى باي ار تربيع في اتش، باي ار تربيع في اتش. طيب يا عم الحاج، وبعدين يبقى الحجم مساحه القاعده في الارتفاع في بتساوي الفي يعني الفوليوم يعني الحجم باي ار تربيع في اتش. طيب المساحه الجانبيه يا ولا برضك للاسطوانه والمنشور محيط القاعده في الارتفاع. طب يلا محيط القاعده هنا مش على شكل دايره؟ يبقى 2 باي ار اتش. شوف فهمت ازاي؟ طب الكليه الجانبيه زائد ضعف مساحه القاعده الجانبيه 2 باي ار اتش لسه جايبينها اهي، انزل بيها، زائد 2 في مساحه القاعده. طب مش مساحه القاعده على شكل دايره؟ يبقى 2 باي ار تربيع. عشان اللي بيشوف الشكل ده بيخاف، والله شكل سهل جدا. يلا بينا نرجعهم بسرعه. الحجم مساحه القاعده في الارتفاع، المساحه الجانبيه محيط القاعده في الارتفاع. طيب المساحه الكليه الجانبيه زائد 2 في مساحه القاعده للاثنين. هنا اللي بيختلف يا باشمهندس ان القاعده دايره. طيب هنا المنشور يجي لك القاعده مثلث، يجي لك القاعده مربع، يجي لك مثلث، يجي لك مستطيل، تيجي زي ما تيجي انا فاهم. الحجم بتاع المنشور مساحه القاعده في الارتفاع. طب المساحه الجانبيه محيط القاعده في الارتفاع، قاعده اي شكل يجي لك. طيب المساحه الكليه المساحه الجانبيه زائد 2 في مساحه القاعده. طب ليه يا باشمهندس هنا عملت لي قوانين ومش عارف ايه اتش؟ عشان هنا يا عسل انا عارف القاعده في الاسطوانه على شكل دايره مش هتتغير. اما في المنشور ممكن تكون مستطيل، ممكن مثلث، ممكن مربع، انا ما اعرفش. ماشي يا باشمهندس، يلا بينا نكمل. بعد كده يا باشمهندس اخر درس، البعد بين نقطتين، جذر مربع فرق الاكسات زائد مربع فرق الواي. يبقى مربع فرق الاكس كان اسمها زمان السينات زائد مربع فرق الصادات يا باشمهندس. يعني جذر اكس 2 زائد اكس ناقص اكس 1 الكل تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 الكل تربيع. يبقى مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، مالكش دعوه بالسينات والصادات، خليها مربع فرق الاكس زائد مربع فرق الواي. طب الميل او الاسلوب فرق الواي على فرق الاكس. الميل هيجيب لك نقطتين يا ابني، فرق الواي تطرح الواي من بعض ناقص فرق الاكس. طيب لاثبات يا باشمهندس ان 3 نقاط تقع على استقامه واحده، ان اكبر ضلع يساوي مجموع الاثنين الصغيرين. يعني لازم لو مثلا عندنا واحد ب7 واحد ب4 واحد ب3، يبقى 4 زائد 3 يدوا لنا 7، يبقى دي تقع على استقامه واحده. يبقى اكبر ضلع لازم يطلع يساوي الضلعين يا باشمهندس الاخرين. طيب قال لك لاثبات ان المثلث حاد ان اكبر ضلع تربيع اصغر من مجموع الضلعين الاخرين تربيع. اهم حاجه التربيع 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 عشان كله بيغلط فيها. لاثبات المثلث قائم ان الوتر تربيع هيساوي مجموع الاخرين تربيع، او اكبر ضلع تربيع هيساوي مجموع الاخرين تربيع. طيب منفرج ان اكبر ضلع تربيع اكبر من مجموع الضلعين الاخرين تربيع. يبقى حاد اكبر ضلع تربيع اقل من مجموع الاخرين تربيع. القائم يساوي المنفرج اكبر ضلع اكبر بس تربيع اكبر من مجموع الاثنين. بس كده يا باشمهندس، الهندسه سهله وبسيطه بس عاوزه حل افكار. وباذن الله الفيديو اللي جاي هحل معاك افكار جميله جدا. ما تنساش لايك ومتابعه وشير الفيديو ده مع كل الناس. وباذن الله هنزل لكم حل تقييمات الوحده من كتاب المدرسه ومن المعاصر، وانزل لكم ان شاء الله حل ومراجعه قويه جدا جدا على هذه الوحده باذن الله في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.